أهلا يا صديقي. يا ترى لو في صاروخ نووي اتضرب على أمريكا، الجيش الأمريكي هيقدر يوقفه ولا الموضوع هيبقى صعب رغم كل أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر اللي عنده؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا النهاردة. يلا بسرعة، اديني خيالك ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا جوه قاعدة عسكرية في أمريكا، والرائد دانيال وزمايله بيمارسوا يومهم بشكل عادي والدنيا هادية. في ناحية تانية بنشوف أوليفيا اللي بنعرف إنها شغالة في البيت الأبيض، وبتطلب من جوزها إنه يودي ابنها للدكتور عشان هي هتروح الشغل. بنرجع تاني للقاعدة العسكرية وبنلاقي الجو اتوتر بسبب إن الرائد دانيال اكتشف إن في صاروخ نووي عابر للقارات فوق المحيط الهادي ومتجه ناحيته. المشكلة إنهم مش عارفين الصاروخ ده جاي منين ولا مكان إطلاقه، وكل الموجودين بيفتكروا ان ده تدريب مش اكتر، لان انظمة الانذار المبكر ما اكتشفتش حاجة. وبعدين بيتأكدوا ان ده صاروخ حقيقي مش تدريب، بس لسه مش قادرين يحددوا مكان الاطلاق. بس قدروا يعرفوا الصاروخ رايح على فين. هو متجه لولاية شيكاغو. واوليفيا لما بتوصل مكتبها في البيت الابيض بتلاقي الدنيا متكهربة وكله بيتابع موقف الصاروخ. وده مديرهم في الشغل اسمه ميلر، بيقول لهم اعتقد ان الصاروخ ده اطلاق تجريبي لقمر صناعي وغير مساره مش اكتر. بس بعد شوية بيكتشفوا ان كلامه طلع في شنك، وان ده صاروخ نووي داخل عليهم، وفاضله بس 18 دقيقة ويدمر ولاية شيكاغو. ولو ده حصل هيموت حوالي 9 مليون شخص. بعد كده اوليفيا بتعمل اتصالات بكل قادة الجيش وتعرفهم اخر التفاصيل، والغريبة ان محدش فيهم برضو عنده اي معلومة عن مصدر الصاروخ. ويبدأوا يعملوا اتصالات على مستوى العالم عشان يحاولوا يعرفوا مصدره. فروسيا بتخلي مسؤوليتها من اطلاق الصاروخ ده، فيبدأوا يخمنوا انه ممكن يبقى جاي من ايران او باكستان او الصين او كوريا الشمالية، بس برضه مفيش اي معلومة تقول هو جاي منين. والوقت مش في صالحهم، فيبدأوا يفعلوا حالة الطوارئ في امريكا كلها وتنفيذ خطة إخلال كبار المسؤولين المهمين في البيت الابيض ووزارة الدفاع. وفي كل اللي بيحصل ده اوليفيا دماغها مشغولة بحاجة تانية. بنتها تعبانة وبتكشف عند الدكتور، فبتكلم جوزها علشان تطمن عليها، فبيطمنها بس بيلاحظ ان صوتها متغير. ولما يسألها ما بترضاش تعرفه حاجة، ولما بتقفل معاه بتنهار وتقعد تعيط لأنها خايفة جدا على بنتها وجوزها. وبعدين بتحاول تمسك نفسها وترجع تشوف المصيبة اللي هم فيها، لأن خلاص باقي 8 دقايق والصاروخ يدمر شيكاغو. وبعدين بيدوا أوامر لكتيبة دفاع جوي إنها تطلق صواريخ اعتراض، وقعدوا يتابعوا بتركيز جدا الصواريخ هتعمل إيه في الصاروخ النووي اللي جاي عليهم. والصدمة إن أول صاروخ ما بيصيبش الهدف. أوليفيا بتحاول تطمنهم وبتقول لهم إن شاء الله الصاروخ التاني هيجيبه، بس بيلاقوا الصاروخ التاني بينفجر بعيد عن الصاروخ النووي، لأن الصاروخ النووي ماشي بسرعة كبيرة جدا. وساعتها كل الموجودين بيفقدوا أعصابهم وبيدخلوا في حالة حزن رهيب، لأن كده مفيش مفر إن الصاروخ هيضرب ولاية شيكاغو. وساعتها دانيال بيخرج بره ويقع على الأرض من الصدمة. وفي الوقت ده المتحدثة باسم الرئاسة بتبقى عاملة مؤتمر صحفي بتقول فيه إن إحنا مش عارفين لسه مصدر التهديدات، وبتأكد لهم إن الرئيس موجود في مكان آمن. وبيلاقوا قواته الخاصة بتنتشر في كل مكان. فسكرتيرة الرئيس بتسأل واحد منهم إيه اللي بيحصل بالظبط، فبيقول لها نصيحة مني، شوفي مكان آمن استخبي فيه. ومن ناحية تانية في وكالة إدارة الأزمات مسؤولة اسمها كيت بتتابع الموقف وبتبقى متعصبة جدا عشان مش قادرين يدمروا الصاروخ النووي. وبعدين بييجوا عشان ينقلوها لمخبأ آمن عشان هي من الشخصيات الهامة، بس هي بترفض وبتصمم إنها تفضل معاهم. بس زميلها مايك بيقول لها ده إجراء احترازي لازم يتم، وما تقلقيش أنا هاخد مكانك هنا وهمشي الأمور كأنك موجودة بالظبط. وفي البيت الأبيض نفس الكلام بيتم، برضه بياخدوا ميلر رئيس أوليفيا المكان آمن، وميلر بيكلف أوليفيا إنها تاخد مكانه. أوليفيا بتقوله دي مسؤولية كبيرة جدا، بس في الآخر بتضطر إنها توافق. وبتبدأ تكلم المسؤولين في البيت الأبيض وتعرفهم الوضع أول بأول. وده زميلها ديفيس بيبقى قلقان جدا وياخد بعضه ويطلع بره ويقعد يتفرج على صور عيلته كأنه بيودعهم. أما ده بقى مقر قيادة العمليات المركزية للجيش الأمريكي، والمكان ده هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ النووية. وبيوصل الجنرال أنتوني وبيسأل بسرعة عن آخر التطورات، وبيؤمر بسرعة بإطلاق صاروخ اعتراض كمان لأنه مش عايز يستخدم أي سلاح نووي. وبيتواصل مع وزير الدفاع اللي بيتصدم إن الهجوم بيستهدف ولاية شيكاغو لأن بنته كارولين عايشة هناك. بعدها بيتصل أنتوني بنائب مستشار الأمن القومي اللي اسمه جيك، اللي أول ما بيعرف باللي بيحصل بيروح بسرعة على المخبأ وبيطلب من كل الموجودين إنهم يتواصلوا بكل أجهزة المخابرات المختلفة ويجمعوا كل المعلومات اللي يقدروا عليها.
فقالوا له الموضوع ده هياخد وقت كبير وهيكون فات الأوان. فبيتصل بسرعة بمسؤول روسي كبير وبيأكد عليه إذا كان ليهم أي يد في اللي بيحصل ده. فبيأكد له إنهم ملهمش دعوة خالص باللي بيحصل، وإنهم هيردوا بقوة لو حاولوا يستهدفوا الأراضي الروسية. وبيرجع يعمل اتصال مع مسؤولة في كوريا الشمالية، فبتقول له إيه اللي بيخليك تشك في كوريا الشمالية بس؟ في دول كتير بتمتلك رؤوس نووية وعندها غواصات كتير منتشرة في المحيط الهادي. وجيك بيبقى رأيه عدم استخدام صواريخ نووية لأنه مخاطرة كبيرة جدا، وبيكتشفوا إن في مشاكل في الاتصالات وكمان في الأقمار الصناعية، وده معناه إنهم اتعرضوا لهجوم سيبراني. وبكده بيتأكدوا إن اللي ورا الهجوم ده دولة كبيرة من أعدائهم. وفي الوقت ده بيلاقوا الصاروخ اللي أطلقوه بيفشل هو كمان في إصابة الصاروخ النووي اللي جاي عليهم. فبسرعة أنطوني بيتصل برئيس أمريكا شخصيا، واللي صورته ما بتبقاش باينة، وليه رمز سري كده رئيس أمريكا متعارف عليه اسمه بوتوس. وبيطلب منه أنطوني إنه يديهم الأمر بإطلاق الصواريخ النووية على الأهداف اللي حددوها، وده قبل الدول دي ما تضرب عليهم صواريخ تانية. وبيقول له إحنا كده كده خسرنا ولاية شيكاغو لأن خلاص فاضل عليها 4 دقايق وتتدمر. لكن الرئيس ما بيوافقش على كلام الجنرال أنطوني، وبيقول له لأ، حدد لي الجهة المسؤولة بس، لأن أنا لو وافقتك هنتسبب في حرب نووية شاملة. فأنطوني بيتضايق من كلام الرئيس ويسيب المكالمة ويمشي. بعدها جيك بيكلم الجنرال أنطوني وبيقول له احنا قلقانين من تحرك الغواصات الأمريكية في المحيط الهادي، لأن بسبب ده الغواصات الروسية اتحركت ناحية السواحل الأمريكية. وقال له أنا كلمت رئيس الوزراء الروسي وأكد لي إن هم ملهمش يد في اللي بيحصل ده، وطلب منه إنه يسحب الغواصات الروسية، بس في المقابل لو حصل أي اعتداء على روسيا فهم طبعا مش هيسكتوا. وده بيأكد كلامه إنهم ملهمش دعوة بالموضوع. وبعدين جيك بيقول لأنطوني قول القرار النهائي بتاعك، وبيبقى فاضل دقيقتين بس على انفجار الصاروخ النووي. فأنطوني بيدي أوامر بالاستعداد لإطلاق الرؤوس النووية، وبنشوف قائد غواصة بيدوس على زر الاستعداد بس منتظر رموز الإطلاق. وبنرجع بالزمن فلاش باك قبل الموضوع ده ما يحصل بدقايق، وهو الرئيس الأمريكي بيحضر حدث رياضي مهم، وبعدين الحرس بتاعه بيتبلغ بموضوع الصاروخ النووي ده، فبسرعة بيجروا عليه ويبدأوا يخلوه من المكان. ويتحرك الموكب الرئاسي بسرعة للمطار، وأول ما يوصل يركب طيارة رئاسية وتطير بسرعة في الجو. وفي الوقت ده بنشوف وزير الدفاع وهو بيحاول يتصل ببنته اللي في شيكاغو، وبيرفض يتحرك مع الحرس للمخبأ الآمن قبل ما يطمن على بنته. بس للأسف بنته بترفض تكلمه لأنها مقطعاه من سنين، فبيقرر ينتحر ويرمي نفسه من فوق المبنى قبل ما يركب الطيارة. وبنشوف الرئيس الأمريكي اللي بيكلم مراته عشان يطمن عليها، واللي بتبقى موجودة في رحلة لغابات أفريقيا. والرئيس بتبقى أعصابه بايظة وبيكلم مراته أصلا عشان تهديه شوية قبل ما ياخد قراره. وبعد ما يقفل معاها بيتكلم مع الضابط المسؤول عن الجهاز بتاع إدخال الرموز النووية، وساعتها الضابط بيقوله إحنا قدام اختيارين، يا إما نستسلم للي بيحصل ده وبكده اللي أطلق الصاروخ مش هيتحاسب، أو نطلق الرؤوس النووية على كل أعدائنا، وده هيبقى أفضل رد على ضرب ولاية شيكاغو. وهنا الرئيس بياخد قراره وبيطلع رموز الإطلاق ويبدأ يمليها له، بس ده معناه إن أعدائهم هيردوا عليهم بصواريخ نووية برضه، يعني حرب نووية شاملة هتقضي على كوكب الأرض. بعد كده بنشوف حالة هرج ومرج، وهم المسؤولين الكبار بيجروا بسرعة عشان يدخلوا الملاجئ. وبيخلص فيلمنا وهو سايب لنا نهاية مفتوحة ايه اللي ممكن يحصل. لو عجبك فيلمنا يا صديقي متنساش لايك وسبسكرايب، وقول لنا في التعليقات ايه الافلام الجاية اللي انت عايزها.